في موسم 16-17 الاهلي كان عنده 7 مهاجمين. والله زي ما بقولك كده، تعال نعد مع بعض: متعب، عمرو جمال، جون انطوي، كولوبالي، مروان محسن، احمد ياسر ريان، ووليد ازارو. كل واحد فيهم رحل عن الاهلي كان فيه سبب واضح، وكنا عارفين رحل ليه، باستثناء لاعب واحد فقط وهو وليد ازارو. والسؤال هنا، هو ازارو مشي ليه من الاهلي؟ بص، قبل ما نتكلم في اي حاجه ونجاوب على السؤال، تعال نرجع فلاش باك كده ونعرف هو ازارو ازاي انضم للنادي الاهلي اصلا. القصة بدأت لما الأهلي شاف لاعب صغير في السن مكسر الدنيا في الدوري المغربي ومقدم مستوى سوبر، وكان أفضل مهاجم في منتخب الشباب، بالإضافة إنه كان أحد 3 لاعبين محليين فقط انضموا للمنتخب المغربي الأول. أزارو كان متواجد مع الدفاع الحسن الجديدي وقتها، ظهر في الموسم الأول ليه مع الفريق الأول، لعب 20 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 4، وقدم مستوى مبشر يخليه ياخد عدد دقايق أكبر في الموسم اللي بعده. علشان كده الموسم الثاني خد فرصة أكبر ولعب 28 مباراة، سجل 12 هدف وصنع 8، وكان وقتها عنده 22 سنة. وده نفس الموسم اللي انتقل فيه للنادي الأهلي، ورغم العروض الأوروبية اللي كانت جايه له في الوقت ده، ولكنه فضل الانتقال للأهلي، وكان بمقابل $1,500,000، وكان أفضل تعاقد على مدار مواسم. وبداية أزارو كانت عظيمة، بعد ما انضم سجل أول هدف مع النادي الأهلي في تاريخه أمام الفيصل الأردني في البطولة العربية. أحمد فتحي يتقدم، عرضية ملعوبة للجونيور أجاي، هدف أول للأهلي، ولكن عذرا. وبعدها بيكمل رحلة الأهلي في دوري أبطال الموسم ده، وبيبدأ مساهمته بهدف وأسيست في الترجي في أول مباراة مع الأهلي، ثم هاتريك في النجم الساحلي وأسس. وفي الوقت ده الكل قال إنه مهاجم كبير، وفعلا النادي الأهلي كان ناقصه مهاجم زي ده. ورغم الأداء المميز اللي قدمه النادي الأهلي في البطولة، ولكن بيخسر النهائي على حساب الوداد. وبينتهي الموسم وأزارو شارك في دوري أبطال إفريقيا في 6 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، علشان يبدأ الموسم الجديد، الموسم اللي أكد إنه مهاجم كبير فعلا، وأصبح مهاجم مرعب لأي منافس حرفيا. أزارو في الموسم ده لعب 43 مباراة بمعدل دقايق لعب 3610 دقيقة، يعني تقريبا لعب 39 مباراة، سجل 26 هدف، منهم 6 في دوري أبطال أفريقيا، وقدر يوصل للنهائي مع النادي الأهلي، بالإضافة إنه قدر يصنع 8 أهداف، منهم 4 في دوري أبطال أفريقيا. يعني دايما أرقامه حاضرة في البطولة الأقوى في القارة. ولكن للأسف النادي الأهلي برضه بيخسر النهائي الثاني أمام الترجي، ولكنه قدر يفوز بالدوري والسوبر المصري. وأزارو قدر يفوز بجائزة هداف الدوري ب 18 هدف، بالإضافة لأفضل لاعب محترف في الموسم، علشان بعد التألق الكبير اللي قدمه بيجيله عرض من الدوري الصيني ب10 مليون دولار، ولكن الأهلي بيرفض وقتها وبيتمسك باللاعب علشان أزارو يكمل الموسم الثالث ليه مع الأهلي، موسم 18-19. كانت إصابات أزارو للأسف كتير، معدل مشاركاته قل بنسبة كبيرة، وطبعا معدل مساهماته قل برضه، وكان فيه هبوط غير طبيعي في المستوى الفني. لعب أثناء الموسم 29 مباراة بما يعادل 23 مباراة فعلية، قدر يسجل 7 أهداف، منهم هدف في دوري أبطال إفريقيا أمام سان داونز، وده الموسم اللي كان كارثي مع الحاج كنتاكي، واللي النادي الأهلي قدر يفوز بالدوري فيه بشكل صعب جدا، الدوري التاريخي اللي كلنا عارفينه. المهم أزارو أثناء الموسم برضه قدر يصنع 5 أهداف في بطولة الدوري، ولكنه كان أقل موسم رقميا مع الأهلي، علشان نوصل للموسم الرابع والأخير، الموسم اللي كان فيه خلاف كبير جدا ورحل أزارو عن النادي الأهلي فيه. القصة بدأت بعد تولي رينيه فايلر تدريب الأهلي. أزارو أصبح بعيد تماما عن الحسابات، واللاعب كانت مشاركاته ضئيلة جدا، لعب أثناء الموسم مع الأهلي 18 مباراة بما يعادل 9 مباريات فعلية، سجل 4 أهداف وصنع هدف. ولكن حصل خلاف في الموسم ده مع فايلر علشان اللاعب ينتقل للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، وفي الدور الثاني لعب معاهم 7 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع هدف. وفي نفس الموسم قدر يفوز مع النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا اللي كلنا عارفينه طبعا، نهائي القرن. المهم الموسم اللي بعده بيكمل مع الاتفاق ولعب 26 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدف. معدل الدقايق كان تقريبا 22 مباراة فعلية، أرقام متوسطة، ولسه أزارو مرجعش للأداء المميز اللي كان بيقدمه، علشان الأهلي يستغنى عن اللاعب ويتم بيعه إلى الاتفاق وقتها. وهنا كانت غلطة كبيرة بنندم عليها حتى الآن. أزارو كمل مع الاتفاق ولعب في موسم 21-22 30 مباراة بما يعادل 28 مباراة فعلية، سجل 7 أهداف وصنع 9، معدل صناعة سوبر، ولكن تهديفيا مش أفضل حاجة، علشان مع بداية موسم 22-23 انتقل أزارو إلى عجمان الإماراتي، وهنا بيرجع للصورة مرة تانية وبيكسر الدنيا في الدوري.
وانضم لمنتخب المغرب في بطولة كأس العرب وقدر يقدم مستوى جيد. المهم الموسم ده أزارو كان عامل ثنائية عالمية مع اللاعب محمد فراس بالعربي، لعب أثناء الموسم 32 مباراة بما يعادل 2861 دقيقة، يعني تقريبا لعب كل المباريات بشكل كامل، سجل 13 هدف وصنع 12. والجميل هنا إنه السوبر في الصناعة والتسجيل، ومعظم الصناعة بتاعته كانت اكتساب ضربات جزاء، وده إن دل على شيء فيدل إنه مهاجم فعلا مرعب وبيشكل ازعاج كبير وبيوصل للمرمى اكتر من اي لاعب تاني. ولحد هنا يا صديقي وصلنا للموسم الحالي، بداية سوبر واداء عالمي. تاني هداف الدوري الاماراتي حتى الان بعد لابا كوتجو، لعب في الدوري 6 مباريات سجل 5 اهداف وصنع هدف، ولعب في الكاس مباراتين سجل هدفين، ومقدم مستوى ممتاز جدا واداء فعلا عالي، واصبح اللاعب رقم 1 في عجمان الاماراتي بعد رحيل محمد فراس بالعربي. ولسه في مباريات كتير ولسه الموسم في اوله، يعني ازارو ممكن يوصل لرقم كبير جدا مع نهاية الموسم بالارقام المميزة اللي هو مقدمها حتى الان. وهنا بقى وصلنا للسؤال بتاعنا، هو ازارو مشي ليه من الاهلي؟ ناس كتير اتكلمت انه بيضيع كتير، وناس كتير برضو اتكلمت انه لا يصلح انه يلعب في النادي الاهلي، والكلام ده وقت ما كان ازارو في النادي. عاوزك تقولي بقى دلوقتي ايه رايك بعد ما شفت اكتر من 8 و9 مهاجمين بعد ازارو؟ هل في حد وصل للمستوى اللي هو قدمه؟ هل حد وصل للارقام بتاعته؟ طب هل ازارو كان يستحق يرحل عن النادي الاهلي؟ انت اللي هترد عليا. السؤال التاني، هل ازارو ممكن يرجع الاهلي مره تانية؟ انا بقى اللي هرد هنا. لو اتكلمنا عن امكانيات لاعب يقدر يضيف وكواليتي ممتاز، لاعب سريع جدا بيصب برجله الاتنين بشكل جيد، ذكي جدا في تحركاته، هيدر زهايل بارتقاء وتوجيه فعلا سوبر، وكواليتي فعلا اضافه كبيره للنادي الاهلي. ولسه ازارو عنده 28 سنه، يعني قادر يديك اكتر من 3 مواسم كمان، بالاضافه ان اللاعب عقده هينتهي مع نهايه الموسم الحالي، ودي حاجه كويسه جدا لانك مش هتدفع غير عقده فقط. طب هل اللاعب موافق؟ عاوز اقولك ان ازارو عنده عرض من الزمالك وبيراميدز، ولكنه متمسك بالنادي الاهلي، وحلم من احلامه يرجع الاهلي مره تانية. واعتقد يعني ان جه الوقت المناسب ان ده يحصل، لاننا خسرنا كتير جدا بعد وليد ازارو. فعلا وليد أزارو واحد من أفضل المحترفين اللي مروا في تاريخ الكرة المصرية، مش النادي الأهلي فقط. لاعب قادر يمثل إضافة كبيرة بإمكانياته المميزة والأداء العظيم اللي بيقدمه، وطبعا أرقامه ثابتة على مدار آخر كام موسم، ومستحيل يعدي موسم بدون ما يعمل أكتر من 10 مساهمات. وإحنا مر علينا مهاجمين سجلوا هدف وهدفين بس على مدار الموسم كامل. علشان كده وليد أزارو حتما لازم يرجع للنادي الاهلي، لانه احسن صفقة في الوقت ده، ولاعب بيحب النادي الاهلي وعنده الامكانيات والروح اللي تقدر تضيف للنادي الاهلي كتير في المواسم القادمة. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي، اتمنى تقولي رايك، هل عودة ازارو للنادي الاهلي مفيدة ولا انت شايف ايه؟ وهل هو كان يستحق انه يرحل من النادي الاهلي اصلا ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك، واتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب، سلام.